مرحبا بالجميع. المغرب رايح يتحكم في العالم وفي الاقتصاد العالمي. هذا ماشي كلامي، هذا كلام الأخ. اذا كيكون المغرب غيولي يتحكم في العالم في السنوات القادمه، وغيكون عنده واحد النمو تاريخي في المجال ديال الاقتصاد، غيقولوا لي الناس شحال خلصوك باش تقول هاد الهضره هادي. الفيديو ما راحش يكون فيه شخصنة، راح يكون رد على الأفكار والمعطيات الموضوعة التي ذكرت في هذا الفيديو. خلينا نسمع الأخ ماذا يتكلم. هذه ماشي انا اللي قلتها، واحد اخر امريكاني قالها، وماشي واحد وماشي جوج وماشي ثلاثه، لسته طويله ديال الناس والجامعات اللي ذكروا بان المغرب غتولي تحكم في العالم. باش نشوفوا علاش بالضبط وكيفاش. تخيلوا معايا انتم، قلت لكم انا ماشي انا اللي قلتها، انتم فيديو دار على المغرب غتولي تحكم في العالم هذه عام شحال ديال لو في 5 ديال المليون. شكون هو هذا اللي دارها؟ هذا اللي دارها امريكي. اجي نشوفوا الفيديو الثاني. الفيديو الثاني كما كتشوفوا مليون ديال المشاهده. اللي حطوا الفيديو هو واحد الجامعه كاينه في امريكا اللي داروا الدراسه هذه، وهما اللي حطوا الفيديو هذا، والليسته طويله ديال الفيديو. الأخ الكريم مد رأي بطبيعة الحال، أو تحليل أو توقع أو قراءة، وأكيد لازم يمد لنا حجج على الرأي تاعو. الأخ الكريم يقول هذا ماشي كلامي، كلام من كثير من الناس. بداية ذكر واحد أمريكي يتكلم الكلام هذا، وكأنه الأمريكي عنده الحق المطلق، أنه الحقيقة المطلقة. ما ذكرناش الاسم تاع الأمريكي هذا، يعني أي أمريكي مد تعقيب على أي دولة من الدول تاعنا باللي راهي في الاتجاه الصحيح، إذا هذه الدول في الاتجاه الصحيح. وجهة ثانية هي جامعة أمريكية عندها قناة في اليوتيوب. الفيديو تاع الجامعة هذه شاهدوه 1.4 مليون. خلينا نشوفوا الجامعة الأمريكية هذه الاسم تاعها إذا موجودة ولا لا، ونتحققوا من المعلومة هذه، لأنه معلومة غريبة مش كيش تصدر على جامعة أمريكية. دخلت للقناة، دخلت لوصف القناة، حبيت نعرف القناة هذه إذا حقيقة قناة تابعة لجامعة أمريكية. فكما راكم تشوفوا الوصف تاع القناة ما عندها حتى علاقة كليا بالجامعة الأمريكية. هي قناة فقط تقدم محتوى تبحث عن المشاهدة كأي قناة في اليوتيوب. خلينا نزيدو نشوفوا الحجج تاع الأخ هذا الكريم ونعلقوا عليها. اماكن ماشي كاع بلايص تقدر دير فيهم الفلاحه. قد غدا القضيه بحال هكا حتى وصلنا اكتشفنا الاسمده، والاسمده هي اللي كدير الارض كتغدا خصبه، واخا تكون عندها نقص في الخصوبه ديالها باش تطلع الأخ الكريم من الواضح أنه هنا راهو يتكلم على دور الأسمدة في الزراعة وما إلى ذلك، وأهميتها واحتياج العالم للأسمدة، وكيفاش عدد السكان زاد بعد ظهور الأسمدة، لأنه الغذاء توفر والتكاثر زاد والناس وعدد السكان زاد. الطرح هذا عقلاني موضوعي، نقدروا نربطوا ندخلوا الأسمدة في الأمر هذا. لذلك نحاول أني نزرب الفيديو لأنه عنده علاقة أكثر بالفلاحة وأمور تقنية خاصة بالزراعة والفلاحة، ونروحوا لما هو أهم اللي هو المعطيات اللي قدمها كيفاش يخلي الفوسفات المغرب تسيطر على العالم. فين كاين الفوسفور؟ كاين في المغرب. وشحال ديال الفوسفور كاين في المغرب بالنسبة للعلاقة ديالو مع العالم؟ 75% تقريبا. تخيل معايا 75% كاينة ديال الحاجة ديال الفوسفور كاينه في المغرب. وتخيلوا معايا هذه الاسمده الانتشار ديالها خلاو عدد سكان الارض اللي غادي كيكثر، وكلما عدد السكان ديال الارض غادي كيكثر كلما الضمون على الاسمده غادي كتكثر، لان خصنا نوكلوا هاد الناس هادو. الا ما وكلناهمش عاوتاني تنوض المجاعه وتنوض الحروب الى اخره. وعاوتاني شنو هي الماده اللي فيها النقص بزاف في السنوات القادمه 100 عام الجايه؟ هو الفوسفور، لان البوطاس كاين. يقول بلي العالم راح يشهد ندرة وربما احتياج كبير في الفوسفات ونقص في الفوسفات. الكلام هذا غير صحيح. حسب face.org اللي هو موقع معروف تاع البحث العلمي والابحاث والتكنولوجيا والفيزياء وكل شيء والجيولوجيا، العالم عنده ما يكفي حتى ل 400 سنة من الفوسفات بالاحتياطيات المقدرة الآن. لو نروحوا ايضا الموقع جد مهم ولا مركز جد مهم اللي هو US Geological Survey، اللي هو موقع يقوم بمسح لكل الموارد تقريبا الطبيعيه الموجوده في الارض، ما تابع لامريكا. يمد لنا ايضا في اخر سنه انه هناك اكتشافات كبيره لاصخار الفوسفات حتى في البحر المحيط الاطلسي والبحر الهادئ، وبكميات كبيره جدا تقريبا 300 مليار طن. ويأكدوا باللي العالم لن يحتاج كليا للفوسفات. اعتقد انه الاخ ربط كل الامر بالحرب الروسيه الاوكرانيه، وهمل الدراسات الحقيقيه حول ماده الفوسفات.
ارقام كبيره. شكون هو المستفيد الاكبر؟ هو المغرب. هادشي اللي تبارطاجا في الفيديوهات كاملين كيقول بان بما ان المغرب عنده ما بين 70% حتى ل 50%. الاخ الكريم مصر انه المصدر تاعو الفيديوهات ديال الفوسفور هو اللي غيتحكم، هو اللي غادي يولي البترول ديال الاخر. الاثمنه ديال الاسمده غتابعوا بزاف، وهادشي راه شفنا حنايا في الفلاحه ديالنا وفي مطيشه وبسطله وطاطا غلات بواحد الدرجه كبيره، لان الاسمده غلاو. علاش الاسمده غلاو؟ لان اوروبا، المشكل اللي كاين في اوروبا اوكرانيا كتصدر بزاف ديال الاسمده وخلات لنا واحد المشكل ديال الاخ الكريم هنا راه يتكلم عن السعر وارتفاع السعر وبالتالي ارتفاع مداخل المغرب من الفوسفات. وجهل اهم معلومه اللي هي اصلا الماركت سايز تاع الفوسفات في العالم شحال. الماركت سايز تاع الفوسفات في العالم ما تعداتش 34 مليار دولار فقط. 34 مليار دولار تاع العالم كله. والمغرب حسب US Geological Survey الانتاج العالمي تشكل 18% من الانتاج العالمي للفوسفات. يعني نقدروا نعتبروا ان مداخل المغرب من الفوسفات في حدود 6 حتى 7 مليار دولار اللي هو 18% من الماركت سايز كله تاع الفوسفات. والتوقعات تقول اننا نروحوا ل 40% عفوا ل 44 مليار دولار بحلول سنة 2029. وهذا اللي يخلي انتاج المغرب من الفوسفات بحلول سنة 2029 فقط 10 مليار دولار على اقصى تقدير، إذا اعتبرنا أنه مساهمتها في الإنتاج العالمي من الفوسفات تبقى نفسها. بالمناسبة هناك فرق كبير بين احتياطي دولة من الفوسفات وإنتاج دولة من الفوسفات. الصين تنتج تقريبا 80 مليون طن من الفوسفات سنويا، بينما المغرب تنتج حوالي 40 مليون طن من الفوسفات سنويا، وهي اللي يخليها ماهيش أكبر دولة منتجة للفوسفات في العالم. وخلات لنا واحد المشكل ديال العرض والطلب. طلب اكثر من العرض لان كاين مشكل. هذا خلى الصين كاع تزيد تعقد الامور وتحبس التصدير ديال الفوسفات رغم ان البورسونتاج ديالها ضعيف جدا. بما ان البورسونتاج تاع الصين ضعيف جدا، كما قلت قبيله الصين تنتج 80 مليون طن من الفوسفات سنويا، ضعف الانتاج المغربي. حبسات التصدير ديال الفوسفات ولا الفوسفور من التدقيق المغرب اللي عنده 75%. فوسفات او الفوسفور هي ماده كيميائيه تستخرج من الفوسفات. الفوسفات العباره يكون في الارض اللي نتكلموا عليه حنايا هو صخور الفوسفات اللي تكون موجوده ماده خام في الطبيعه. 75% ديال الفوسفور ديال العالم خلاه يستافد من هذا الصعود، خاصه ديال الاثمنه ديال الحجر اللي نسميوه الحجر ديال الفوسفور المغربي. لا يوجد حجر ديال الفوسفور، كاين حجر ديال الفوسفات. الاثمنه كيفاش غترفع؟ قال لك المغرب غادي للهويه ومنغلق اقتصاديا. كاين توقعات بان هذا الفوسفات الاثمنه ديالو غادي تنخفض في 2023 و 2024 اكثر من 50% من البيك ديالو. علاش؟ لان كاين واحد الاتفاقيه ما بين جوج مندابزين في اوروبا باش يخليو الاسمده دوز، باش العرض يكثر، وهكا القضيه تجيب شويه ديال التعادل. اذا في المدى القصير الفوسفات الاثمنه ديالو غادي تهبط. كيفاش اتفاقيه بين دول اوروبا؟ وحسب الاخ الكريم الانتاج العالمي تاع الفوسفات كله في يد المغرب. غريبه. المدى القصير ديال عام عامين، ولكن على المدى الطويل غادي يزيد يكثر الدوموند على الفوسفور والفوسفات بواحد الشكل كبير، وهذا غادي يخلي المغرب تستافد. دابا في الحقيقه الدراسات تقول ولا الارقام والتوقعات تقول انه الطلب على الفوسفات او سوق الفوسفات راح ينمو ب 3.2% بحلول سنة 2030. يعني الطلب على الفوسفات في أقصى التقديرات راح يزيد ب 4-5%. كما على بالكم هناك دول دخلت في إنتاج الفوسفات مؤخرا، من بينها الجزائر اللي أصبحت تنتج أكثر من 1,000,000 طن سنويا. أعتقد أنه الأخ الكريم بالغ كثيرا في أن المغرب ستسيطر على العالم بالفوسفات. المغرب يعني إنتاجها من الفوسفات حاليا وحتى في المستقبل ما راحش يخليها تكون عندها مبيعات من الفوسفات وليس مداخيل دولة المغرب بطبيعة الحال، لأن مداخيل الدولة هي الجباية الخاصة بهذا النوع من المواد الأولية. راح يخليه في أقصى تقدير في حدود 10 مليار دولار سنويا. 10 مليار دولار سنويا هي صرف
الاخ هنا راح يتكلم على مدى واش هي اقتراحاته باش نطوروا الاقتصاد المغربي بعد ما تدخل الاموال هذه الهائله. بطبيعه الحال مانيش راح نكمل الفيديو لانه اصلا هو راح يقدم الجزء الثاني من الفيديو على معطيات غالطه كليا. هو يعتقد انه المغرب راح تدخلها الاف ملايير الدولارات سنويا من الفوسفات. ما مدنا حتى رقم من المداخيل المتوقعه للفوسفات، لكن راح نقول لكم انا انه ما راحش تتعدى 10 مليار. نتمنى انه نكونوا ردينا على ما تم تناوله في هذا الفيديو. بطبيعه الحال الاخ الكريم يتفضل يقدر يعطينا ارقامه والمعطيات اللي ينطلق منه انه المغرب ستسيطر على العالم بالفوسفات. وللاسف الشديد يعني احنا الازمه تاعنا هي ازمه مبالغه، وهذا الامر موجود حتى في الجزائر، فراتونسيو موجود وبكثره. مشكلتنا وعندنا محللين اقتصاديين الجزائريين يعرفون المبالغه. افضل ارض خصبه في العالم، افضل دجاجه، افضل هواء، افضل مناخ، افضل بيئه. احنا اللي ما عندناش انجازات نتغناو بهم راح نحاولوا نلقاو اي حاجه رمزيه ولا حتى ولو موجوده غير موجوده نديروها في الخيال تاعنا ونردوها انجاز. وفي الحقيقه الواقع غير ذلك تماما. والنقطه الاخرى هي انه لما نبنوا تحليل او توقع ما نبنوش على فيديو في اليوتيوب ولا قال فلان وقالت فلان، لا، نبنوا على معطيات ودراسات اللي تقوم بها هيئات معترف لها بالمصداقيه وفي نفس الوقت تمد في احصائيات ودراسات دقيقه. وهذه هي المعطيات اللي الدول في العالم على الغالب تنظر لهم والشركات وكل شيء. يعني لما يكون الشركه تريد الاستثمار في دوله معينه مش راح تشوف ماذا قال فلان امريكي قال في اليوتيوب ان المغرب ستسيطر على العالم، لا، راح يشوفوا الارقام الاقتصاد المغربي واحصائيات الاقتصاد المغربي. للاسف الشديد سيئة لسببين. الناتج المحلي المغربي ماهوش ينمو بصورة مستمرة اب داون. والنقطة الثانية هي مشكل الديون في المغرب، خاصة الديون الخارجية اللي يخلي المغرب في وضعية أصعب، خاصة بارتفاع تكلفة الدين بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية. وعلى بالي راح الكثير يتكلم على أنه المغرب أمريكا أيضا لديها ديون أوروبا، وهذا موضوع آخر لأنه من العيب والعار أننا نرى للدين في كل دول العالم بنفس النظرة. بارك الله فيكم، شكرا لكم. ونتمنى من الأخ الكريم أنه يتقبل إذا وصلوا الفيديو هذا بطبيعة الحال يتقبل التعليق طيب على الفيديو هذا اللي ماهوش متعلق بشخصه كليا. السلام عليكم.